الأخبار الموجزة اليوم الأربعاء. عادت آخر قافلة من الحجاج الأفغان إلى العاصمة كابول صباح اليوم. صرحت وزارة الإرشاد والحج إن هناك حوالي 300 حاج على متن هذه الرحلة الأخيرة، وقد تم الترحيب الحار بهم من قبل المسؤولين في مطار كابول. قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية: التقى الممثل الخاص لوزارة خارجية دولة قطر الدكتور مطلق الحناني وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي. تمت مناقشة مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والتجارية في هذا الاجتماع. ووصف السيد القحطاني الوضع الحالي لأفغانستان بأنه يمكن الاعتماد عليه، ودعا الجانبان إلى ضرورة استمرار وتطوير التعاون الشامل فيما يتعلق بأفغانستان. يقول مسؤولون من 209 فيلق الفتح إنهم أصلحوا خلال العامين الماضيين 2423 آلية عسكرية والعديد من الأسلحة الخفيفة والثقيلة. عقدت لجنة التعامل مع مشاكل ومقترحات الناشرين وبائع الكتب تحت رئاسة وكيل شؤون البث مهاجر فراحي في وزارة الإعلام والثقافة. وصل وزير الصناعة والتجارة نور الدين عزيزي مع الوفد المرافق إلى مدينة أستانا بدعوة رسمية من السلطات الكازاخستانية. الغرض من هذه الزيارة هو افتتاح المعرض الكازاخستاني الأفغاني وتطوير العلاقات التجارية والعبورية والصناعية وجذب الاستثمار. حسب تصريحات الدائرة الوطنية للإحصاء والمعلومات، تم تسجيل 15,000 شخصا بالبوابة البيومترية للحصول على بطاقات الهوية الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد يوميا. حسب تصريحات بلدية كابول، تم الانتهاء من بناء الطريق في المنطقة 16 وقدم للاستخدام.